10 خطوط تحمي المنطقة الخضراء، 10 خطوط تحمي الفاسدين، 10 خطوط تقوم بحماية الذين سرقوا المال العراقي. شهر 11 ماكو راتب، صفقات الموازنه وعقارات الله ما تستلمون. والله العظيم ماكو راتب. خلينا نحكي المفيد. تحمون الفاسدين، سيأتي يوما إذا كان في الدنيا ستندمون على حمايتكم للفاسدين، قسما بالعراق ستندمون لأنكم حميتم الفاسدين. أما إذا جاء يوم الحج فستسألون جميعا لماذا منعتم هذا الشعب من دك أوكار الفاسدين. هذا الشعب تعب من حكم أولئك الفاسدين. هذا الشعب المسكين أنتم تحمون الفاسدين. جبان، أيها الجبان، اخرج. هذا الشعب يريد القصاص منك يا قاتل الشعب، يا بائع الأرض، أيها المسؤول عن مجزرة العصر، المسؤول عن دماء أولادنا في سبايكر. أيها الجبان، سيحاسبك التاريخ يوما، اليوم أو غدا. هذا السلك هو ليس بحاجز، هذا السلك هو ليس بشيء خطير. سنزحف يوما ونخرجك من جحرك أيها الجبان. نور المالكي سوف تعدم يوما. أنتم مسؤوليتكم أولى هي حماية هذه الجموع البطلة وليست حماية الجبناء. هؤلاء هم الشجعان وأولئك هم الجبناء. أنتم المتضررون. بعد شهر أو شهرين من أين سوف يدفع لكم الرواتب؟ الشعب قرر التغيير، فلماذا تقاومون التغيير؟ لماذا تحمون الفاسد؟ رجع على كيف على كيف على كيف. الفاسدون دمروا العراق، الفاسدون دمروا العراق. ليس رخيصا عليك لكن رخيص على هؤلاء. نعم، أولئك الذين استرخصوا الدم العراقي. هذا البلد بحاجة إلى إصلاحات حقيقية وليس بحاجة إلى إصلاحات تخديرية. نحن هنا لنوصل رسالة إلى من يسكنون خلف الجسر بأن الكيل طفح بنا. هؤلاء هم إخوتنا أحبتنا يحموننا، لكن أسفي على أولئك الجبناء الساكنين خلف الجسر. سنعبر يوما، سنعبر يوما قسما بالعراق ما هي إلا خطوات ونعبر إليكم أيها الجبناء.
يا ساكنين المنطقة الخضراء، أنت في واجب على جناسيهم، كلهم يهود، كلهم استعمار، كلهم حاطي بيشي. روح هذاك الدخيل قدامنا بالواجب مثل هذا شرف العسكرية. غال ونفيس، لكن الذين يسكنون المنطقة الخضراء رخصوا الدم العراقي. كل يوم تفجير هنا وتفجير هناك. لما